يلا لو لسه ما خزنتيش ورق العنب بقى تعالى هنعمله النهارده بطريقه تحفه. بقالي سنين وانا بخزنه بالطريقه دي، هي واحده ما فيش غيرها، طعمه بيبقى كانه طازه بالظبط. تقدري تطلعي منه الكميه اللي انت عايزاها من الفريزر وتحشي على طول، ولا بياخد وقت في الفك ولا اي حاجه. هنعمله بقى بطريقه جميله حلوه جدا هتعجبكم. لايك وشير بقى للفيديو وسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب للي اول مره يشوف القناه. نبدا كده ونقول بسم الله ونصلي على الرسول. عندي الورق العنب بتاعي انا جايباه طري كده زي ما انتم شايفين. هنعمل فيه ايه؟ بصوا بقى، هتطلعيه تحشي منه كده في الحله، شكله مغري وكانه طازه بالظبط بالظبط زي ما انتم شايفين كده. ده انا مطلعاه وعاملاه بالظبط من اللي هو في الفريزر، طعمه حكايه وكانه لسه طازه. شفتوا قد ايه شكله جميل وحلو قوي ازاي؟ والورق العنب من الحاجات الحلوة قوي اللي احنا بنحبها وما بنستغناش عنها في الفريزر. نزلنا السوق هنلاقي ورق جميل كده وورقة مصفرة وحلوة طرية وشكلها حلو، نجيب منها. انا جبت 3 كيلو. هنعمل فيه ايه بقى؟ مش هنبله مية خالص. الطريقة ديت هنعمله كده زي ما انا بقول لكم كده، مش هنبله خالص. هنحطه جنبنا قماشة كده قطن، وتمسحي الورقة اللي تلاقيها مطربة او عليها عفار بالشكل ده، وهنورقه ونشيل منه العلق بتاعه ونرصه رصات حلوة زي ما انتوا شايفين كده. المهم القماشة جنبنا، ونمسح كل الورق اللي نلاقيه مطرب او عليه عفار. وكده كده هنغسله بعدين، هوريكم ما نيجي بقى نطلع منه الفريزر هنشوف هنعمل فيه ايه. خلاص كده تمام. انا عندي بقى الكميه بتاعتي. حاولي بقى لو انت مثلا لوحدك، هو طبعا بياخد غلبه ووقت كتير، فحاولي ما تجيبيش الكميه كلها مره واحده، لا، كل ما تنزلي السوق هاتي 2 3 2 3 علشان ما تحسيش بالتعب وانت بتعمليه. انا ما شاء الله ما شاء الله عندي الورق العنب محبوب جدا والولاد بيحبوه، فبخزن منه حوالي 10 كيلو 8 كيلو على حسب ايه استهلاكي. بصوا بقى، بعد ما رصيناه بالشكل ده، عندي الورق الاسترتش بتاعي، هنلفه كده وكأننا بنعمل ساندوتش. شايفين كده بالظبط كده؟ وحطي بقى الكمية اللي انت عايزاها، يعني بمقدار نص كيلو ربع كيلو على حسب ما انت بتعملي. انا هنا عملت اكياس كبيرة واكياس صغيرة، لاني اغلب الوقت ببقى حاشية محشي مشكل، فبطلع بقى احط الورق العنب جنب الباقي. كوسة وبتنجان، كرنب، ورق عنب مع ممبار، اي نوع كده انا عامله منه محشي، فبحشي ايه ورق عنب دقيقه صغيره كده جنب المحشي. تمام كده. فبحط كميات صغيره وهلفه كده زي ما انتوا شايفين، وهعمل بقى كل الكميه عندي بالشكل ده. بعد ما لفيته بقى وخلصت خالص، فاضله ورقتين ولا حاجه كده هنحطهم برضو، ونحاول نمسح على قد ما نقدر زي ما قلت. المهم ما يتبلش ميه خالص ولا يطلوش الميه. خلاص انا كده خلصت خالص. عندي بقى الهالك بتاعه ده كده خلاص. هنحط بقى اخر كيس بالشكل ده ونلفه بقى وكده على الفريزر. تعالي بقى لو هتطلعيه هيقعد عندك اكتر، يعني سنة كاملة من اول ما تعينيه من الموسم ده، هيقعد عندك لحد ما الورق العنب يطلع السنة الجاية بنفس الشكل ونفس الطعم، مش هتقدري تفرقيه عن الطازة. واحلى طريقة واسهل طريقة، في ناس بتعمله في الازايز، لا بصراحة دي اسهل بكتير بكتير. بصوا شو ورق العنب شكله حكاية. هتطلعيه بقى بعد ما تطلعيه ويجمد منك في الفريزر، وانا تطلعه اسلق منه وحشي، هنعمل ايه بقى؟ بالشكل ده هتفكي منه الورق الاسترتش وتحطيه في صينيه وتنزلي عليه ميه من الكتل. مش هنغليه في الحله، يعني مش هتحطيه على البوتاجاز وتخلي الميه تغلي عليه زي الورق الطازه، لا، هنحطه كده بس. والميه في الكتل اهي مغليه، هنزل بالميه المغليه واسيبه بس 5 دقايق. بعد كده هاخده على الحوض في حله كبيره وفيها ميه كتير، ميه جاريه كده، اقعد احرك فيه بايدي جامد جامد لحد ما الميه تتغلغل في كل ورق العنب وينضف بقى، لان احنا ما غسلناهوش قبل ما نعينه. تمام كده. ولفي بقى احلى ورق عنب وكلي احلى ورق عنب. بعد كده بقى خلاص، بعد ما حطيناه في الميه هتطلعيه بالشكل ده في مصفى، وقلنا على الحوض بقى يتغسل كويس قوي قوي قوي. تمام كده. ده بقى احلى تخزين للورق العنب، تدنها الورقه ناشفه كده وطريه وانتي بتحشيه، هتلاقيها متماسكه وحلوه قوي غير اللي بيتسلق وينعان مسلوق. دي احلى طريقه بصراحه لورق العنب، جربتها 100 مره. بصوا الورقه جميله، الورقه زي ما هي تقدري تحشيها بقى بكل سهوله. صحتين وهنا على قلوبكم. اشوفكم فيديو